الإدارة ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية على رأسهم أخوي عادل عقلة، كل شكر وتقدير لهم على هذا المجهود. ثلاثية صعبة ما هي سهلة، فريق ذو مستوى عالي نادي العربي، نقول له هارد لك، قدم مباراة كبيرة ولكن هذا حال كرة القدم، البطولة لا تقبل قسمة على اثنين. أنا يمكن شفني في جميع مقابلاتي أتكلم عن نبوشة وأقول هذا الرجل لم يأخذ حقه الفني، وانا امانه يعني لي عتب على البرامج الرياضيه ان هذا المدرب ما اعطوه حقه، يعمل من خلف الكواليس اداء مميز، تكتيك مميز، عمل جبار ليل نهار. فانا اقول لك يا ارفع القبعه على نبوشه اللي له اليد العليا في هذه المباريات وهذه البطولات. رايك بالتحكيم اليوم ابو محمد؟ ممتاز، ما اشوف فيه اي شيء. انا دائما ما اقدر احكم على الحكم بعد المباراه، ولكن ما اشوف احد حلطه مع الحكم، والكل يشيد في مستوى الحكم، وحكم يعني على مستوى عالي، محكم في بطولة كأس العالم، واعتقد محكم بنهائيات الدوري الاسباني والانجليزي، فما اعتقد احنا اللي نقيم هذا الحكم. ابو محمد هذا الكلام عار عن الصحة، ولا اعتقد المفروض يقولها عبد العزيز عاشور، لان الدوري لم يسرق، الدوري راح للمكان الصح، الدوري راح للفريق الذي يستحق. هذه مباراة دوري، انت لاعب 23 مباراة، انت الافضل هجوميا، انت الافضل دفاعيا، انت لاعب معي ثلاث مباريات ما فزت علي ولا مباراه، وهذا امر متكرر والمشهد متكرر في جميع الدوريات وليس الدوري فقط. فضل رب العالمين 4 دوريات متتاليه، ودائما مباراه الحسم مع العربي، وفي مباراه الحسم يحسمها نادي الكويت بخبره لاعبينه، بخبره اجهزه الفنيه، وبخبره اجهزه الاداريه. وانا يعني من هذا الباب اشكر اخوي عبد العزيز عاشور على هذه الكلمه، لان امانه في مباراة الدوري أنا قاعد مع عادل عقلة، باقي دقيقتين على المباراة وتم حسم المباراة لأن كانت نتيجة 2-1، فكنت أقول له حاتي مباراة كأس العهد، أقول له شنو عندنا عشان نعد العدة للمباراة الجاية. مباراة صعبة لما تلعب مع فريق مباراتين متتاليتين، صعب إنك تاخذهم الثنتين، جدا صعب. فكنت أفكر في هذا الموضوع، لكن سبحان الله يانا عبد العزيز عاشور بهذا التصريح بأن الدوري سرق، حطيناه حق اللاعبين كل يوم ليل نهار قبل المباراة يعني بين الشوطين. هذا هو كان دافع للاعبين، هذا ردهم عليك يا عبد العزيز عاشور. الدوري لم يسرق، الدوري راح للمكان الصح، وكاس ولي العهد راح للمكان الصح، وهذا حال الكرة، ويجب علينا ان نتعاطى مع الامور بطريقة ايجابية. اللي يفوز نقول له مبروك، وانا اول واحد هنأت نادي العربي على المستوى الراقي اللي قدموه، ولكن ما نقبل بان الكلمة تطلع منك وتقول سرق الدوري. لا، الدوري ما سرق، الدوري راح للفريق الافضل، الدوري راح للافضل هجوميا، للافضل دفاعيا، للافضل تكتيكيا، للافضل اداريا. صحيح هذا الكلام. تم الاتصال بعموري من قبل النادي العربي، من النادي العربي، من مسؤولين في نادي العربي، وبالدليل والبرهان لان انا كنت قاعد يم عموري وابلغني، وبالفعل دشوا على عموري، والعام الماضي دشوا مع على الزنكي وكلموا اعظم اجهزه الاداره. فانا من اليوم اقول انا ماني زعلان، هذا بالاخير حال الرياضه وهذا الاحتراف، ولكن بما ان العربي هو من قام بالتدخل والجلوس مع لاعبينا والاتصال عليهم مباشره وفي وقت غير مناسب قبل المباراه النهائيه، انا اقول من اليوم لجميع الجماهير الرياضيه ليس هناك اي ميثاق مع اي نادي، سنقوم بجلب افضل لاعبين المتواجدين في الانديه الرياضيه متى ما راينا فيها مصلحه لنادي الكويت. ومن اليوم اقول اعلنها بالعلن، ليس هناك اي ميثاق مع نادي العربي، وابلغت عادل عقله بسبب دخولهم على عموري والزنكي. يعني الزنكي العام طوفناها وخذناها بحسن النيه، ولكن دخولهم على عموري وبوقت غير مناسب وقبل المباراه هذا امر غير مقبول. وانا اقول لك من اليوم هذا حق مشروع واحترافي، ولكن بالاخير احنا الان بصدد ان نشوف مصلحه نادي الكويت، واي لاعب في الفرق الاخرى نراه مناسب نادي الكويت سنقوم بالتفاوض معه عن طريق القنوات الرسميه، وهي قبل 6 اشهر من انتهاء عقده. خالد الرشيدي ابو محمد، عن رباعيه لنادي الكويت، قادر عليها نادي الكويت؟ انا دائما اخذها بطوله، احنا بفضل رب العالمين دائما اخذها على قولتهم حبه حبه. احنا الان نحتفل بكاس العهد، ينتهي